مساء الخير على حضراتكم. احنا نزلنا فيديو عن الفقاعة العقارية وجالنا كومنتات من العملاء كانوا بيتكلموا سلبيا وبينتقدوا الكلام بتاعنا، فاحنا النهارده برضو هنتكلم معاكم هل العقار هيرخص ولا لا. خلينا نتكلم بأمر واقع. العقار يرخص في حالتين: لو حصل ضعف في القوة الشرائية. هو في الوقت الحالي في مصر في ضعف في القوة الشرائية، بس مش انهيار في ضعف في القوة الشرائية، يعني في مبيعات وفي ناس بتشتري وناس بتتحرك. الوضع الثاني اللي يرخص فيه العقار لما يبقى فيه استقرار اقتصادي قوي جدا. نتمنى طبعا ان بلدنا يبقى فيها استقرار اقتصادي، وقتها التضخم بينزل، وحدات البناء بتنزل، الطوب والزلط والرمله والاسمنت ده كله بينزل مع كمان الاجور ممكن تنزل، ساعتها العقار بينخفض. طيب خلينا نتكلم في موضوع ان العقار يرخص ولا لا من جهه المشتري. يعني طبعا اللي بيتمنى ان العقار يرخص احنا بنتمنى، والمشتري كمان يتمنى. طب خلينا دلوقتي نحط نفسنا مكان المشتري. لو حضرتك اشتريت وحده ما هنقول بسعر ب10 مليون على تقسيط 5 سنين، وصحيت بعد شهر لقيت ان المطور نزل الوحده ب9 مليون على 5 سنين، انت ايه احساسك؟ الوضع بتاعك هيبقى عامل ازاي؟ هتروح طبعا تتخانق وعايز اخد فلوسي وعايز حاجتي، وده حقك، انت خسران. احنا دائما بنتعامل مع العقار ان هو ملاذ امن. طيب خلينا برضو نفكر في الموضوع من ناحيه المشتري. حضرتك في الوقت الحالي عايز تشتري وحده عقاريه، اول حاجه بتعملها ايه؟ بتدور على مطور. طب المطور فلان ده عمل ايه؟ ده باع مشروع كذا ومشروع كذا، بس جه في المشروع الاخير بتاعه كان بيبيع السعر باكس، وبعد سنه باع السعر اقل من السعر اللي الناس اشترت بيه. هل حضرتك هتشتري عقار وقتها؟ لا يمكن، لان انت عارف ان انت هتشتري النهارده بالاكس دي، السنه الجايه تبقى خسران. يبقى احنا العقار نفسه فقد المصداقيه بتاعته وفقد قيمته ان هو ملاذ امن للناس، وبيفضل يستمر في الزياده عشان خاطر نسبه الانشاءات وعشان خاطر عدد الناس اللي سكنت والوضع اللي احنا بنبقى عارفينه في العقار. طيب هو الوقت الحالي العقار عامل ازاي؟ اولا العقار مش هيرخص. اللي ممكن يحصل انت حضرتك زي ما قلنا مثلا في الاول شاري وحده ب10 مليون جنيه على تقسيط 5 سنين. الديفلوبر شايف ان نسبه الشراء هو كان عايز نسبه اكبر من كده. حضرتك بتدفع قسط مثلا في الشهر 50,000، هو هيعمل ايه؟ يقوم جاي مزود مليون جنيه ويبيعها بدل ما على 5 سنين يبيعها على 6 سنين. يبقى ساعتها القسط بتاعك هيبقى بدل 50,000 يبقى 45,000. يبقى ساعتها هو ريح العميل في القسط بتاعه وخد الفرق بتاع الفايده اللي هو بيدفعها. الازمه في الموضوع ده الفوائد العاليه، فالفوائد بتنزل في الوقت الحالي. فاحنا المتوقع للسوق العقاري تباطؤ لفتره. بمعنى ايه التباطؤ؟ يعني في مبيعات وفي شراء للعقار، بس المكسب السريع او الزياده اللي كان بيحصل في 2019 20 21 و22 ده كان في ظرف طارئ، لان الجنيه كان انخفض بسرعه كبيره، كان في عندنا ازمه اقتصاديه سريعه جدا، فده وضع غير طبيعي. غير طبيعي ان العقار يزيد بالطريقه دي، ووضع غير طبيعي ان الناس كلها تجري على العقار بالسرعه والهجوم الكبير اللي كان موجود في الوقت الحالي. احنا في الوقت الحالي السوق مستقر، الوضع العقاري في الشراء والبيع مستقر، وهو ده الوضع الطبيعي. نتمنى التوفيق للجميع.